قرب كده. فاكر معايا اليوم اللي اتضايقت فيه من أقرب حد من أصدقائك عشان كنت متوقع منه اهتمام بشكل معين لأنك كنت متضايق يومها، وأحبطت جدا لأنه ما اهتمش بيك بنفس اللي أنت كنت متوقعه من بالشكل ده. إن أنا واجبي ناحية نفسي إني أكون بطور منها، إني أشوف نقط الضعف اللي عندي وأحاول أظبطها، ومقابل دوت أنا من حقي أكون مرتاح في العلاقة. يا إما أنا بيتهيألي بسبب تجارب قديمة عندي إن اللي قدامي طول الوقت هيحاول يستغلني، فساعتها ده معناه إن أنا محتاج أتعالج من أثر الماضي عليا. الكلام ده ممكن يكون بيحصل في الجد، يعني وسط الخناقات في طرف بيتجاوز في حق التاني تحت عنوان ان معلش انا شخصية غضوبة، ويعود معتذرا. الاحترام المتبادل خط احمر، ولو مش في الجد فما ينفعش قلة الاحترام في الهزار. وهنا بيجي معانا دور نقطة من اهم النقط البديهية اللي بنسقطها في العلاقات، ان احنا بنتوقع ان اللي قدامنا قادر يقرأ افكارنا، اللي قدامي قادر يتوقع بالظبط انا حالتي ايه، وبالتالي المفروض ان هو يأدي نفس الاداء اللي انا متوقعه منه، يديني نفس الاهتمام اللي انا مستنيه بناء على حاجه جوايا. وده بيدخلنا على نقطه اني واجبي اكون بعبر عن نفسي. مهم جدا اني اعرف القط مشاعري واعبر عنها، اعبر عن احتياجاتي للشخص اللي قدامي، اوضح له بالظبط انا ايه اللي جوايا، لان الدنيا مش بتدور حواليا انا بس، والشخص اللي قدامي دوت عنده حياته وعنده الحاجات اللي شغلاه واللي وارد تكون مخليه مش كويس برضه. وبالتالي مش هينفع ابدا ان انا اتعامل بناء على ان اللي قدامي المفروض يبقى عارف انا ايه اللي داير جوايا. لا خالص، انا محتاج بكل وضوح اعبر عن اللي جوايا، واعبر عن ان انا محتاج 1 2 3. ده لو كان من حقي اللي انا بطلبه طبعا. وقصاد ان انا واجبي اعبر عن اللي جوايا بوضوح وما استناش اللي قدامي يتوقع بنفسه، فانا من حقي ان تعبيري عن نفسي يحترم من اللي قدامي. والكلام اللي انا بقوله ده رايح جاي طبعا، مش من طرف واحد. يعني لازم اللي قدامي لما يعبر عن اللي جواه احترم تعبيره عن مشاعره. كلامي مش معناه انه لو انا متضايق من حاجه فعبرت عنها للي قدامي وطلبت منه نوع معين من انواع الاهتمام، ان هو مجبر انه يديني الاهتمام ده بنفس الشكل اللي انا طلبته. لكن على الاقل من حقي ان هو يحترم تعبيري عن مشاعري ويقدره. الاهتمام بقى اللي انا طلبته منه بشكل ما هو يشوف هو قادر عليه ولا لا، هو حاجه مناسبه ليه ولا لا. ودي هنا بقى بتدخلنا على نقطه مهمه جدا جدا، الحدود. انا من حقي ان احط الحدود الامنه اللي ما تخلينيش احس بانتهاك، اللي ما تخلينيش احس اني مستنزف. ومقابل ده من واجبي اني احترم حدود الاخر. الحدود هنا معناها ايه؟ على سبيل المثال، في طرف من الاتنين وقت ما بيغضب بيقول كل الكلام اللي بيجي على دماغه ويغلط فيا وفي اهلي، وانا كشخص مش بحس بارتياح لما ده يحصل معايا. بس ساعات كتير لو العلاقه دي مع حد قريب بضطر ادوس على نفسي واحاول في كل مره ابلع الاهانه اللي بتحصل او اسلوب الكلام اللي انا مش برتاح له علشان الدنيا تمشي، علشان لو اعترضت دلوقتي والطرف التاني متضايق هيفتكر اني مش فارق معاه مضايقته. لكن لا، هنا بنوضح انه ضروري جدا احط بكل ارتياح الحدود اللي مناسبه ليا، ومقابل ده انا برضه هحترم حدودك اللي انت بتحطها. طب افرض بعد ما انا حطيت حدود والطرف التاني حط حدود ما بقيناش مرتاحين للتعامل مع بعض، سيبوا بعض يا جماعه عادي. اصل ساعات كتير بنبقى في مرحله كده وكاننا بنعمل كل حاجه علشان ندافع عن استمرار العلاقه، في حين انه لا، بالعكس، احنا نحاول نخلي العلاقه تفاصيلها منطقيه، ولو ما مشيتش بالتفاصيل المنطقيه تقف العلاقه. انما احنا لا، بنخلي كل حاجه مش منطقيه ونقبل دوت في سبيل ان العلاقه تستمر. طب ده لصالح مين يعني؟ في حد كسبان حاجه معينه من ان العلاقه دي تستمر؟ احنا الاتنين كسبانين ان احنا مش بنرجع نكون لوحدنا. فاستمرار العلاقه معناه ان كل حد فينا بيدي التاني جزء من اللي هو محتاجه، ومقابل ده قشطه، يعني بنضغط على بعض شويه، اغلب التفاصيل بتستنزفنا جدا. يعني ربنا يسامح اللي اقنعنا بان ينفع العلاقات العميقه تستمر كده. المهم في اللحظه دي تحديدا مناسب جدا اننا نفتح نقطه ساعات كتير بيبقى عندنا لبس فيها: القبول غير المشروط. ساعات كتير بنتعامل مع فكره القبول غير المشروط كقاعده جوه تفاصيل العلاقات. خلينا نوضح هنا حاجه مهمه جدا. القبول غير المشروط احتياج اساسي جدا، لو ما تمش اشباعه وانا طفل صغير بكبر وانا عندي مشاكل كبيره جدا على الجانب النفسي، جوايا فراغ كبير عامل لي مشكله في كل علاقاتي وطريقه تفكيري وتعاملي مع مشاعري، لاني وانا صغير في علاقاتي الاساسيه المبكره جدا ما اخدتش كفايتي من احتياجي للحب والقبول الغير مشروط. عشان كده بنقول ان ما ينفعش في التعامل مع طفل صغير او حتى خلال مراحل نموه نبقى بنربط له الحب او القبول بحاجه. بنحاول نقومه بس ما بنربطش التقويم ده باننا هنقبله ولا لا. تمام كده؟
ده تأثيره ايه لما اكبر؟ تأثيره وتطبيقه لما اكبر اني لازم اتعلم اتقبل كل انواع الناس باختلافاتهم، ما يكونش مرهون قبولي ليهم بانهم يكونوا نسخ مني، ما يبقاش مربوط تقبلي ليهم بانهم دايما بيلبوا رغباتي او توقعاتي منهم. هنا ده اسمه قبول غير مشروط. لكن ساعات كتير بقى بنفتكر ان جوه العلاقة القبول غير المشروط هو ان انا اقبلك بكل اساءاتك ليا، بكل عدم تقبلك لانك تنضج، لانك تشتغل على نقاط ضعفك. لا طبعا، العلاقات الصحية ليها قواعد. طيب احنا في حالة مثلا ان في 2 مدركين لقواعد العلاقات الصحية وبيطبقوها على نفسهم فعلا، وبيراعوا كل واحد الطرف التاني، وبيهتم كل طرف منهم بنموه الشخصي وانه يشتغل على نقط ضعفه، وما بيرضاش يحمل على الطرف التاني بمشاكل هي في الاصل جاية من ماضيه هو، فما بيدفعش اللي قدامه ضريبة لحاجة هو ملوش ذنب فيها، وكملوا في ارتباط صحي. وبعد ما اتجوزوا في حد فيهم حصل له ظرف كبير، اتأثر نفسيا وعدى بفترة ما بقاش قادر فيها ان هو يكون متزن نفسيا. هنا في الموقف ده بيتطبق عندنا فكرة القبول الغير مشروط، لان احنا كنا ماشيين على ارضية صحية جدا ومتزنة، بس في حد فينا حصل له بعد ما بقينا ملتزمين ناحية بعض مشكلة كبيرة لم يتحملها. فهنا انا جزء من قبولي ليه جوه العلاقة اللي هي بشكل اساسي متزنة جدا، انا بقبل المراحل اللي هو ضعيف فيها، بقبل الاجزاء الانسانية عنده اللي اتأثرت بشكل ما، فبحاول احتويه وبحاول اعمل كل اللي في ايدي علشان نعدي مع بعض من وقت الضعف اللي هو واقع فيه. انما لو احنا في مرحلة بداية ارتباط مثلا وفي حاجات بتوضح جدا عيوب شخصية جوه طرف من الاتنين، ما ينفعش نكمل على امل انه ان شاء الله هيكون كويس في المستقبل، او ان انا لازم اقبله قبول غير مشروط طالما بنحب بعض. ايوه، القبول الغير مشروط ده انت هتحتمل استمرار نتائجه سنين لقدام. لازم تركز في ده وتراجع نفسك كتير جدا. القبول الغير مشروط ليه مفهوم صح وليه مفاهيم مزيفة، مفاهيم خادعة، لو مشينا وراها هنلبس في 1000 حيط. في نقطة من النقط الأولانية خالص في العلاقات قلنا إن من حقي اللي قدامي يحترمني، ومن واجبي إني أحترم الآخر، الطرف التاني في العلاقة. واتكلمنا ساعتها عن التجاوزات العادية، تجاوزات في طريقة الكلام والزعيق والتهزيق. فدلوقتي أعتقد إن إحنا محتاجين نأكد إن أكيد مد الإيد مش داخل معانا خالص في أساسيات العلاقات السوية. مفيش حاجة اسمها كده في أي نوع من أنواع العلاقات. ما ينفعش يبقى فيه تجاوز أصلا بالكلام، وطبعا ما ينفعش يكون فيه تجاوز بمد الإيد. كتير قوي من اللي بيتفرج هيعتبر إنه ما هو منطقي جدا وطبيعي، بس في ناس بتقبل علشان فاكرين إن الشخص ده هو الأملة، هو بس بيمد إيده عليا علشان بيحبني قوي وبيخاف عليا. يعني لا تعليق. ما ينفعش شخص يتعامل مع الآخر في العلاقة على إنه ناقص أهلية ومحتاج إني طول الوقت أبقى بتعدى عليه بالكلام وبمد الإيد علشان يمشي كويس. طب هتقولوا لي افرض في طرف من الأطراف ما بيعرفش يمشي عدل غير لما بيتم الاعتداء عليه. سيبوا بعض، دوروا على أي طريقة محترمة تديروا بيها علاقتكم، أو سيبوا بعض. مش فاهم أنا ليه لازم نكمل ونعمل كل السيئات في سبيل إن احنا نكمل. سيبوا بعض يا جماعة. دي مش دعوة لاستسهال إن احنا نبوظ العلاقات وننهيها، إنما دعوة لإن احنا ما نكملش علاقات على أساسات وقواعد مخوخة. يعني تخيلوا إن احنا بنجيب شخصين محدش فيهم اشتغل على نفسه وعلى شخصيته وعلى عيوب الشخصية وأخطاء التفكير اللي عنده، فجبناهم كده دخلناهم في علاقة مع بعض علشان كل واحد يلاقي حلول المشاكل اللي عنده في الشخص التاني. نتيجة العلاقة هتبقى عاملة إزاي؟ عشان كده بنقول بلاش علاقات تستمر لو تفاصيلها مش ماشية حسب القواعد الصحية للعلاقات. نقطة كمان مهمة، لو سمحت لما تغلط اعتذر. اعتذارك مش بيقلل منك، مش بيقلل من كرامتك، بالعكس. كتير في العلاقات بيبقى أطراف فيها شايفين إن هم لازم يفضلوا طول الوقت صح. فخلينا نحطها قاعدة كده، لو أنا شخص بستصعب جدا إني أشوف نفسي غلط في وقت من الأوقات، فأنا غير مؤهل إطلاقا إن أنا أخش في علاقات عميقة. والحقيقة مش مؤهل لحاجات تانية كتير غير كده، بس بما إننا بنتكلم عن العلاقات فمركزين عليها دلوقتي. من أبجديات النضج ونمو الوعي إني أعرف بسهولة أشوف إني كنت غلط عادي، إني أبقى ماشي كده في الحياة عادي كل يوم بلقط حاجة أتعلم منها، موقف أشوفه فأحس إنه بيشاور لي على حاجة معينة أنا محتاج أراجع نفسي فيها.
فبما ان دي نقطة اساسية في قواعد النضج، فهي برضو نقطة اساسية جدا معانا في نجاح العلاقات. اني ارضى ابص لنفسي وللمواقف بمرونة شوية، وما بقاش متعصب دايما لموقفي، ولما اكتشف اني غلط ما كابرش، ما احسش ان كرامتي هبقى بحافظ عليها لما افضل اقول اني صح. لا معلش، خليك شخص سلس شوية وتراجع واعتذر. على رأي اللي كانوا بيقولوا زمان، الاعتذار من شيم الكبار، فخليك كبير عادي واعتذر. محتاج أكد عليكم ضروري إنكم محتاجين ترجعوا تشوفوا الحلقات القديمة من سلسلة للتسمية لاحقا، لأن الحلقات القديمة دي اللي هي تقريبا أول 10 حلقات بتحط بيز أساسي إحنا بنكمل على أساسه أصلا المواضيع الباقية. فالحلقات الأخيرة دي من غير الحلقات اللي قبلها مش هتحسوا إن إحنا مع بعض قوي على أرض مشتركة. فمعلش، حاولوا تشوفوا كل اللي فات وتتابعوا معانا كل اللي جاي، عشان عندنا لسه مواضيع كتيرة جدا مهمة بالنسبة لنا، مهمة بالنسبة لحياتنا كل يوم، في علاقاتنا وطريقة إدارتنا لمشاعرنا وملاحظتنا لأفكارنا، عشان ما يبقاش الطبيعي بتاعنا في تعاملنا مع الأمور إن إحنا بتنط في دماغنا أفكار تلقائية وبنتعامل بناء عليها. أشوفكم قريب.